إننا نتعرض يومياً لملاحظات ساخرة لاذعة، وغالباً ما تصفعنا هذه الملاحظات خصوصاً ونحن غير مستعدين لتلقيها، فتغضبنا وتخرجنا عن أطوارنا. نتلقى الكلام الجارح أحياناً من زملائنا وأصحابنا ومعارفنا، حتى من أفراد عائلتنا، عندما تعرضنا للإهانة ونحاول أن ندافع عن أنفسنا. يدخلنا ذلك في حلقة مفرغة من الهجوم والهجوم المضاد، بحيث أن المسألة تتطور أكثر فأكثر، ومن الكلام قد ننتقل إلى الشتائم ثم إلى الاشتباك بالأيدي. ولكن لحسن الحظ هناك طرق لاتقاء سهام الانتقاد اللاذع والكلام الجارح الذي قد يوجه ضدنا. لماذا تجرح شعوري؟ إحدى الطرق الناجعة هي الصراحة، فلكي تنزعوا فتيل الملاحظات الهدامة تصدوا لها بالرد المباشر، كأن تجيبوا: هل هناك سبب يدفعك إلى جرح شعوري؟ أو هل تدرك وقع هذه الملاحظة على الآخرين؟ هذا الرد أفضل من أن تسكت على الإهانة الموجهة إليك، أو أن تجيب إجابة جارحة بدورك، بل إن ملاحظتك تخرج المناقشة من موضوع التحدي والمبارزة إلى سؤال في السلوك الحسن والأدب الرفيع. تكلموا عن العنف. درسنا اليوم رح لوين آدم؟ ليش قايم من محلك؟ ارجع محلك.
العالم.